السلام عليكم كتاكيت اولى اعدادي في كل مكان من اسكندريه لاسوان، طلاب مستر صالح ابو العباس في كل انحاء الجمهوريه. النهارده ان شاء الله جايين مع بعض نحضر عظمه وهنراجع منهج شهر نوفمبر في 90 دقيقه. ان شاء الله هنلم كل الافكار والتكات والحركات والمسائل المهمه على منهج شهر نوفمبر. يلا بينا يلا بينا بسم الله. بيقول لي السؤال الاول: معامل الحد الجبري 6AB. يعني ايه معامل الحد الجبري؟ يعني ايه العدد اللي قدام الحد الجبري؟ ده اسمه معامل وده اسمه رمز او متغير. يبقى هنا معامل الحد الجبري 6AB. لو عايز المعامل يا اولاد يعني الرقم اللي قدام الايه؟ الحد اللي هو كام؟ 6. فين الستة؟ اهي. السؤال الثاني يقول لك: ما الصورة الرياضية التي تعبر عن ضعف العدد x مضافا اليه 5 يساوي 1؟ ضعف العدد x، يعني عندي عدد x، يعني ايه ضعف الاكس؟ يبقى 2x هضربه في 2 مضافا اليه 5 يعني زائد 5 يساوي كام؟ 1. ايه رأيك؟ ده اسمه مقدار جبري ولا متباينة ولا معادلة ولا صيغة رياضية؟ المعادلة عبارة عن جملة رياضية تتضمن علامة يساوي، بدل فيها يساوي يبقى اسمها معادلة، في أكبر منه وأصغر من يبقى إيه؟ متباينة. لكن المقدار الجبري عبارة عن حد جبري أو أكتر يفصل بينهم علامة زائد أو ناقص، يبقى إذا بدل هنا في يساوي ودي اسمها إيه؟ معادلة. طيب بيقول لي الحد الثابت في المقدار. شايفين المقدار ده؟ في 1 2 3 4 4 حدود. حد 2 3 4. شايفين الحد الاولاني ده؟ التلاتة دي معامل اكس، معامل المتغير اكس. تمام؟ لو قال لي فين معامل المتغير اكس هقول له 3. طب لو قال لي فين المتغير العدد 3 هقول له اكس. لكن هنا بيقول لي فين الحد الثابت. يعني ايه يا مستر الحد الثابت؟ الحد الثابت يعني الحد اللي ما فيهوش رموز. فين الحد اللي ما فيهوش رموز؟ هنا اهو، -7. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك 1 واي زائد 1 واي زائد 1 واي زائد 1 واي. هنا 1 1 2 1 3 1 4 يبقى 4 ايه؟ واي. في مما يلي حدان جبران متشابهان. فين الحدود المتشابهه؟ يا ترى 2 اكس وسالب اكس تربيع ولا 3 ايه و8 ايه ولا 7 ايه و7؟ الحدود المتشابهه يعني الرموز شبه بعض. مين في دول الرموز شبه بعض؟ اكيد اهو 3 ايه و8 ايه. بيقول لي عدد حدود المقدار الجبري. بص يا سيدي، عدد حدود المقدار الجبري، المقدار اللي قدامك ده فيه كام حد؟ 1 2 3، يبقى عدد حدود المقدار كام؟ 3. طيب في الشكل المقابل او المسألة دي 5x ناقص -4. هنا لاحظ حاجة، في اشارتين جم ورا بعض ضربوا بعض.